كان اليوم لقاء مع أعضاء حزب الحرية والعدالة في أمانة الدخيلة. كان الهدف من اللقاء هو شرح المحاور الرئيسية لمشروع التنمية ومشروع النهضة للحزب، وتم التأكيد فيه على أن هذا المشروع هو ليس فقط مشروع انتخابي، ولكنه مشروع يحيا به الحزب، ومشروع تم التفكير فيه منذ أكثر من 83 سنة منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين، وتم التنفيذ الفعلي ووضع اللجان ووضع الخطط لهذا المشروع منذ أكثر من 15 سنة. يعمل في هذا المشروع أكثر من 10,000 متخصص على أنحاء الجمهورية جميعا، وتعمل فيه كل المحافظات، ويقوم عليه يعني عدد ضخم من المتخصصين ومن أساتذة الجامعة ومن رجال الصناعة من داخل ومن خارج مصر لتكوين هذا المشروع ولإعطاء الفكرة. تم اليوم شرحه لأعضاء حزب الحرية والعدالة لأنهم هم أهل المشروع وهم أصحاب المشروع، والهدف منه جزئين. الهدف أن يدلوا بدلوهم في هذا المشروع ونأخذ تعديلاتهم ونأخذ ملاحظاتهم، لأنهم هم أصحاب هذا المشروع مع كل الوطن الحبيب. وأعتقد بفضل الله عز وجل أن الفكرة وملامح المشروع قد وصلت، والأمر حتى بان من الأسئلة أنه تم استيعاب المشروع جيدا، وإن شاء الله نحن بصدد الانتشار بين كل أعضاء الحزب في كل محافظة الإسكندرية وفي المحافظات الأخرى حتى يكون هذا المشروع هو نهضة أمة. وكذلك ندعو كل إخواننا في الأحزاب الأخرى وفي أعضاء المجتمع المدني وكل شعبنا الحبيب وبالأخص شعب الإسكندرية أن يشارك في هذا المشروع وأن يحضر معنا فاعلياتنا. وإذا كان لديه أي استفسار عن هذا المشروع فنحن في أمانة التنمية والتخطيط جاهزون للرد عليه والذهاب إليه، وإن شاء الله رب العالمين في الفترة القادمة سيكون هناك تباعا نزول لتوضيح للمشاريع حتى نصل في وقت قريب جدا لأن يعلم كل فرد ما هو دوره الشخصي ودوره في هذا المشروع. وابتداء من الآن لن ننتظر وقتا فكفانا ما ضيعناه حتى تبنى مصر إن شاء الله رب العالمين. يعني النهاردة اليوم هي دعوة من أمانة الدخيلة لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إلى الأعضاء من غير الإخوان المسلمين اللي هم يجب أن يكون لهم دور في أداء الحزب وفي حمل رسالة الحزب وفي تنفيذ سياسات الحزب. الدعوة النهاردة كانت تخص 5 وحدات حزبية: وحدة الدخيلة الحزبية، وحدة البطاش، وحدة الهانوفيل، وحدة أبو يوسف، وحدة 6 أكتوبر. العدد فيها يزيد على 3000 فرد. النهاردة كان ضيفنا الأستاذ الدكتور وليد عبد الغفار، وهو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وأمين لجنة التخطيط والتنمية بالحزب بأمانة الحزب بأمانة الإسكندرية، وكان بيشرح مشروع النهضة لأعضاء الحزب، لأن من غير المقبول أن أعضاء الحزب يكون ما عندهمش تفاصيل مشروع النهضة اللي هو شعار حملة الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب لانتخابات الرئاسة. والفقرة الثانية معنا الأستاذ أحمد جاد عضو مجلس الشعب بيشرح للناس وبيشرح لأعضاء الحزب الصعوبات اللي بيقابلها النائب والفرص والأعمال التي تتحقق. ونسأل الله عز وجل أن احنا نجد من هؤلاء المتحمسون إضافة إلى الحزب بالإضافة إلى القائمين عليه، وتكون المرحلة القادمة مرحلة مثمرة أكثر من المرحلة السابقة.